ورجعنا بسلسلة جديدة في القناة، أخطر المجرمين على مر التاريخ. الليلة هنتكلم عن واحد من أخطر المجرمين السفاحين للبشر وبالتحديد الأطفال، لويس ألبرتو جرافيتو، ملقب بوحش الأطفال، مواليد 25 يناير سنة 1957 من كولومبيا، ما شارع النيل، لا دولة كولومبيا. بدايته في قتل وتعذيب واغتصاب الأطفال كانت في سنة 1980. قتل 189 طفل في دولة كولومبيا و4 أطفال من دولة الإكوادور. في 22 أبريل سنة 1999 كانت نهاية المجرم لويس. عارفين كيف؟ اعتقلته الشرطة بمحاولة اغتصاب جون إيفان. قاموا عليه ب40 سنة. هتقول لي كيف انت انسان مجنون، انسان قاتل له 193 نفر حق من عليه ب40 سنة؟ طيب تعال اني اقول لك انه دولة كولومبيا مهما كان عملت ما عندهم حكم الاعدام. ليه؟ لانه في سنة 1910 بالتحديد السلطات الغت الحكم ده. وبس لحد هنا قد تكون وصلنا لنهاية الفيديو. فيديو خفيف لطيف ظريف. اشوفكم في الفيديو الجاي.